لما بتعامل مع مريض في أيامه الأخيرة على حسب كلمات المعالجين والأطباء العضويين اللي بيتابعوهم، وأنا بتعامل مع أهله، بنتعامل مع كم من المشاعر والألم الكبير جدا جدا. بتعامل مع خوف، بتعامل مع قلق من المستقبل، بنتعامل مع حزن وإحباط على خطط كانوا عايزين يحققوها في حياتهم، والكلام الدكاترة يخوفهم ويحسسهم بأنه ده مش هيحصل. فهوسبس مصر الفيصل الأساسي بالنسبة لي هو أن طول ما هذا الشخص موجود، طول ما ربنا سامح له بنفس داخل وخارج، فدايما يقدر ويستحق أن هو يعيش حياة تستحق أنها تتعاش. مش معناه أنه هعيش وقت قد إيه، ولكن نوع الحياة نفسها اللي بيعبر عن إنسانيتنا. دي حاجة أنا شفتها متجسدة في هوسبس مصر، وعلشان كده أنا بحب أكون موجود معاهم وساعدهم. هوسبس مصر، حياة مش أيام.